السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله صوبت واحد الكاليط بالبطاطا كيجيو رائعين. اصلا هاد الوصفه تيكونوا معمرين بلي زيبينار، مي انا اليوم درتهم فقط معمرين بالفرماج، جو رائعين، خصوصا كيطيبوا في الفرن بلا زيت بلا والو. هنا خديت كيلو الا ربع ديال البطاطا، سلقتها بالقشره ديالها، من بعد قشرتها وكان معاك بهذا الشكل بالفورشيط. المهم كتمعكوها وهي سخونه، غير تقشروها مباشره، معكوها بالفورشيط، وغنضيفو ليها نص معلقه صغيره ديال خرقوم عرق، نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال المعدنوس، ونص معلقه صغيره ديال الثومه غبره. انا ما توفرتش عندي وما درتهاش، المهم انا قلتها لكم حتى هي كتلذذ. وكنزيدو نص معلقه صغيره ديال الملح، كنعرفوا البطاطا كتبغي الملح. وغنزيدو واحد معلقه كبيره ديال السميده رقيقه، وغناخذ واحد البيضه غنخلطها مزيان وغنضيفها للخليط. وعندنا 2 معالق ديال الفرماج محكوك. تقدروا تزيدوا شويه ديال خميره الحلوى، هي اختياريه، انا ما درتهاش البنات ولكن تقدروا تضيفوها، كتنفخ لينا شويه هاد لي كاليط. من بعد كنخلطوا هاد العناصر مزيان، هنايا كتاخدوا شي طبسيل وغنديروا فيه سميده رقيقه، وفي نفس الوقت غناخذوا واحد اللاطه وغنفرشوا لها بابي كويسون، وناخذوا شويه من البطاطا وكنعملوا واحد الحفيره ونديروا وسطها واحد طريف ديال الفرماج حمر، هو تا هو اختياري البنات. صافي وكنكوروا البطاطا، يعني الكاليط ديال البطاطا، وكنبسطهم شويه وندوزهم في السميده رقيقه مباشره، كنحطو في اللاطه. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالهم، غندخلوهم الفران، ما غنضيفوا لهم لا زيت لا والو حتى يتحمروا ونتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاليط بالبطاطا. كما شفتوا الطريقه ديالهم جد سهله في التحضير وكيجيو بنان. رافقتهم بهذا صوص شيلي، كتقدروا ترافقوهم بصوص بيستو. وفي الاخير نتمنى هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها. الا عجبتكم بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء وحبابكم، ولا بقيتوا حتى لاخر الفيديو اعملوا لايك فضلا وليس امرا، والبارطاج، وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.